صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واضمن إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إخوة الإيمان، حياكم الله جميعا في كل مكان. كنا قد وقفنا وإياكم في الحلقة الماضية مع قوله سبحانه وتعالى: سنيسرك لليسرى. وقلنا على هذا نفترق، والحمد لله نحن الآن نلتقي مع تيسير من الله عز وجل، لأجل أن نقول أن الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن التيسير من الله، التسهيل من الله، أن الله هو الذي يفتح وخير الفاتحين جل وعلا. فإذا أراد الله عز وجل أن يمنع عليك شيء مستحيل ويستحيل أن تفتحه أنت بقدرتك، لأنك عبد ضعيف. ولذلك محتمل الكلام هنا سنيسرك اليسر أن تعلم بأن الله هو الذي ييسر. إذا يسر الله لك أمر فهذا من الله، ما تقولش هذه بقفزتي أستغفر الله، أو تقول هذا بعلم مني، لا، ليس، هو من الله. الغنى من الله، الفقر من الله، العطاء من الله، والمنع من الله، الرفعة من الله، والوضع من الله، الملك من الله، وضده من الله، فكل شيء من الله. فلذلك أول شيء نتعلمه وإياكم هو أنها كل شيء من الله. يقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الناس بالتوحيد، بالإيمان، ذكر الناس بربهم. إذا ما وجدت مقاما يتسع لك فيه أن تتكلم، ذكرهم بالله. إذا ما وجدت مقاما تجد فيه قدرة وقوة على أن تقول وحدوا الله، قل وحدوا الله، قل اتقوا الله، قل أيها الناس تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. أنت وقت أن تذكر الناس أيها العبد، يا رسول الله، أيها الإمام، أيها الداعية إلى الله، أنت نهار تفكر الناس، سيذكر من يخشى. ليس عليك هداهم، إن الله يهدي من يشاء. الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. الدلالة هذه أنت مسؤول عليها. يا جماعة اتقوا الله، قال الله عز وجل، يا جماعة قال اتقوا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنت تدلل على أمر ترى في الشريعة أن هذا الكلام فيه بهذا الشكل، لكن لا تنتظر من الناس أن يتبعونك، أن يتبعوك عفوا، لأنه قد سبقك من الذين هم خير منك ومني، قالوا تكلموا لكن التوفيق من الله. لذلك قال العلماء: والهداية الثانية هداية التوفيق، هذه هي من الله، من يهديه الله فهو المهتدي. يا سيدي ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر، دع الأمور تجري بمقاديرها، دع الأمور هكذا، لكن قل كلمتك وامضي، كما قال جمال الدين الأفغاني. ولذلك اسمع أيها المبارك، اعلم أن الله عز وجل قال: سيذكر من يخشى. الذي يخشى الله سيذكر ما قلته، ويتجنبها الأشقى التي هي النار. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار ومن عذابها، من غرامها، مما فيها من النكال، مما فيها من سوء المنقلب، مما فيها من الغرام. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء على آية يذكر فيها النار يستعيذ منها. كذلك قال ابن عباس، روي أن ابن عباس كان إذا وصل إلى هذه الآية قال: نعوذ بالله من النار. نسأل الله أن يعيذنا من النار. إذا أردت أن تخوف الناس أيها الداعية أيها الإمام، خوفهم بالنار يرجعون إلى ربهم. الناس ضعفاء، ما تكونش بين الناس ما يسمعوش، لا يسمعوا. إذا سمعوا من يعرف كيف يتكلم معهم، إذا أحسن الإمام كيف يكلم الناس، إذا عرف كيف يسرق قلوب الناس، كيف يخطف أبصار الناس، كيف يوجه السهام إلى قلوب الناس، أقسم بالله يسمعون الناس ضعفاء.
لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم على جاهلية هي أجهل مما يعيشه الناس في الفساد، ولكن لما علمهم، لما رغبهم، رغبوا في الله وفي جنة الله، ولما خوفهم من النار والعذاب خافوا من عذاب الله فردهم الله عز وجل إليه. طيب أنت بعد ذلك أنت لا تحتاج إلى هذا. من خشي الله بالغيب أو في عالم المشاهدة، من خشي الله عز وجل عفوا جاء إلى الله. ومن لم يخشى الله ماذا تصنع له أنت عليك البلاغ. يقول الله عز وجل الذي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، نسأل الله العافية، ثم لا يموت فيها ولا يحيا حتى يبقى العذاب الذي يبقى في شركه، في غيه، في ضلاله، يبقى في فساده. الأقصد بالفساد والعصيان، وأشد هذا كله وشد من الفساد أن تكون على الشرك والعياذ بالله، أن تعبد غير الله والله هو الذي خلقك، أن تذهب إلى الله لكن تذهب إليه بالوسائط، ما أقبحه من جرم أن تدعي الله وتذهب إلى ما سواه، ما أقبحه من ذنب يأتيه الإنسان أن تقصد غير الله من البشر ومن العباد الضعفاء بل من القبور إلى الموتى، ثم تدعي الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه جل وعلا. هذا نسأل الله العافية، الله يبقي الستر. لك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هذا إن الشرك لظلم عظيم، هكذا قال الله عز وجل. هكذا الشيء الذي يسرى من الشرك، هذا الشرك هذا يقول الله عز وجل ثم لا يموت فيه يحيى خالدا في النار، لأن العذاب أن تبقى هك متقلب، لا أنت ميت. العرب يقولون فلان لا ميت ولا حي، يعني من شدة العذاب الذي قد ينزله الله عز وجل به. ثم يقول الله جل وعلا وهو يفتح مقاما ومشهدا آخر ويبدأ فيه بحرف التحقيق، وحرف التحقيق هو قد. قال الله عز وجل اسمع أيها المبارك، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى تقرأ أيضا، قد أفلح أي قد نجح وأصاب الدارين إلى الفلاح الدنيا والآخرة. من تزكى أي من زكى نفسه، من أخرجها من ظلمتها، من ضلالها، من غيها، من فسادها، إلى ما يعتريها من النقصان، إلى الكمال الذي لا بد عليه أن يقصده. الإنسان لا يستطيع أن يجمع كل الكمال، ولكن لا بد عليه أن يقصد الكمال. أن تقصد الكمال حتى وإن لم تأتي عليه جميعا، ولن تأتي عليه جميعا لأن هذا لا يكون لك، إنما هو يكون لصفة الصفوة الذي أنبياء الله والمرسلين، ولكن أنت لابد عليك أن تمشي على هذا الطريق. سبحان الله. يقول الله عز وجل قال بعض العلماء أن تزكى أي من أخرج زكاة الفطر، قال بعض العلماء من تزكى أي من أخرج زكاة ماله، وهذا كلام متكلم فيه أهل التفسير. وأيضا ما يحتمل وهو المحتمل من تزكى أي من زكى من ربى نفسه، اللهم ربي أنفسنا وذكر اسم ربه فصلى. تذكر ربك تصلي، واذكر ربك، يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. وقال العلماء أفضل ما يعبد الإنسان به الله عز وجل الذي هو الصلاة، أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله الصلاة التي تجمع الإنسان في ذلك المقام الذي يهرب بالإنسان من الدنيا ومن تعب الدنيا ومن أهل الدنيا. الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، فالصلاة تريح الإنسان. احنا عندنا الآن في زماننا نسأل الله العافية والسلام بعض الناس إذا ما جاء إلى المسجد يأتيه التعب ويأتيه الكدر ويأتيه كل شيء فيه شر، ويأتيه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فيقول أرحنا منها عوضا أن يقول أرحنا بها. اللهم صل وسلم. يقول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. إذا تعلق القلب تاعك بالدنيا علم باللي المصائب حتجيك من كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا هي همه شتت الله عليه شمله. يا أختي الهم تاع الدنيا يسكن في قلب الإنسان، إذا سكن هم الدنيا قلب الواحد فتحصل مشاكل كثيرة جدا. من بين هذه المشاكل التي تحصل للإنسان يشتت الله عليك شملك،
زوجتك ووليداتك ما تقدرش تقعد معهم مرة في اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. وجعل فقرك بين عينيك كما جاء في الحديث، الفقر بين عينيك، تخشى الفقر، والله حق أن تخشاه، الشيطان يعيدكم الفقر. نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله عز وجل أيضا سبحانه جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. والله نعم، الآخرة هي الرسمي كما يقال بالدارجة، والآخرة هي دار المقام. يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يقول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية والسلامة. يقول ربي سبحانه وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى. شوف هذا المقام، شوف العجب شوف القرآن. هذا هو القرآن، هذا الذي سمعتموه كله من بداية السورة سبح اسم ربك الأعلى إلى آخر السورة. إن هذا الذي قد سبق من البيان، من العلم، من الإيمان، من الدعوة إلى الخير، من الدعوة إلى الإصلاح، من الدعوة إلى العمل للآخرة، من ترك الدنيا، من العمل لله عز وجل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد والإيمان، كل هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. كذلك الأنبياء الذين جاءوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا موضوع دعوتهم، وكان هذا موضوع رسالاتهم، وكان هذا موضوع شرائعهم، وكان هذا موضوع كلامهم مع أقوامهم. يخوفون الناس من النار، يرغبونهم في الجنة، يعلقونهم بالآخرة أو يعلقون قلوبهم بالآخرة، ويدعون إلى ترك الدنيا والتعلق بها، لأن ترك الدنيا هو الفلاح والتعلق بالآخرة هو الصلاح. صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموسى هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة أبوهم واحد وأمهم علات. فموسى عليه السلام هذا جاء إلى قومه فأنذرهم كما أنذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه، وكما علمهم وبين لهم. صحف إبراهيم وموسى. أسأل الله عز وجل الكريم الرحمن الرحيم المنان السميع البصير، ونحن ندعوه في هذه الساعة أن يتقبل منا ما جئنا على بيانه في سورة الأعلى. في سورة الأعلى مقام ورفعة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يعرفنا إياها في صلواتنا ونحن نصلي إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجلي لنا معالي هذه السورة، فإذا تجلت تربت النفوس وزكت النفوس وتربت القلوب على طاعة الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلقاكم مع سورة الغاشية في الحصة المقبلة. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله